عزلة الحلفاء وضغوط العقوبات، الجزائر في مفترق الطرق. مساء الخير. الانهيار الدبلوماسي وفقدان السند يمثل سقوط النظام مادورو وانهيار النظام الإيراني. فقدان الجزائر لآخر قلاع محور الممانعة الذي كان يوفر لها غطاء سياسيا في المحافل الدولية مثل أوبك ومجلس الأمن. هذا الانهيار يترك الدبلوماسية الجزائرية مكشوفة تماما، خاصة في ملف الصحراء، حيث كانت كاراكاس وطهران من أكبر الداعمين لأطروحتها. كماشة العقوبات الأمريكية. قرار واشنطن فرض عقوبات على الجزائر في هذا التوقيت ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو رسالة سياسية حازمة تضع الجزائر أمام خيارين: الانحناء للعاصفة عبر مراجعة تحالفاتها العسكرية مع روسيا وإعادة صياغة علاقتها مع الغرب، المواجهة وهو خيار محفوف بالمخاطر قد يؤدي إلى عزلة دولية خانقة وشلل التحويلات المالية الخارجية. التداعيات الاقتصادية والداخلية. العقوبات ستعقد عمليات تصدير الغاز والنفط عصب الاقتصاد الجزائري بسبب القيود على التعاملات البنكية بالدولار. داخليا قد يؤدي هذا الضغط إلى ارتفاع التضخم ونقص في السلع المستوردة، مما يضع الجبهة الاجتماعية في حالة ترقب وقلق من عودة سيناريوهات عدم الاستقرار. الجزائر اليوم ليست أمام أزمة عابرة، بل أمام ضرورة إعادة تعريف دورها الإقليمي والدولي لتجنب أن تكون الهدف التالي في الاستراتيجية تغيير الأنظمة أو الضغط الأقصى التي تنتهجها واشنطن في 2026. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذارات ليصلكم كل جديد.